يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 حلقة جديدة من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. امبارح شفنا افتتاحية الجولة ال 14 من دوري نايل. شفنا فوز كبير وعريض للاهلي على الاسماعيلي 4-0، وشفنا تعادل مثير ما بين بتروجيت والزمالك 1-1، وشفنا فوز المتعمق والمتألق خلال الفترة اللي فاتت حرس الحدود مع الكابتن محمد يوسف بهدفين مقابل شيء على حساب فاركو. هقف قدام اكتر من نقطة مهمة في ماتشات امبارح. الحقيقة ماتشات امبارح فيها كلام كتير يتقال. لو ابتدينا بالترتيب كده بماتش الزمالك وبتروجيت، عايز اوجه تحية كبيرة جدا لكابتن سيد عيد. في اكتر من مدرب في الدوري زي كابتن سيد عيد، زي الكابتن احمد خطاب المدير الفني لفاركو، زي الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود. الناس دي يا جماعه بتشتغل باقل اقل اقل الامكانيات الماديه والفنيه، وما شفتش حد فيهم طلع اتكلم قال لك اصل احنا والتدعيمات واصل الفلوس واصل الدنيا، مع ان انت ممكن تلاقي لعيب واحد في الاهلي او في الزمالك عقده بقيمه عقود لعيبه كامله في الفرق دي. مش بهرج ولا ببالغ، يعني انت ممكن تلاقي لعيب واحد خد له مثلا 30 مليون جنيه في السنه، قيمه عقده ده تصرف على فريق كامل مثلا زي حرس الحدود. وبالرغم من ده حرس الحدود مركز سادس. بتروجيت تفوق على الزمالك امبارح بهدف في منتهى الحلاوه والجمال والمهاره الفرديه، والزمالك تعادل معاه بشق الانفس. بص على فاركو، بالرغم من هزيمته بالامس بس مع الكابتن احمد خطاب ماشي بخطه جيده جدا، افضل من فرق كتير عندهم ميزانيات وفلوس اكتر بكتير. فتحيه للكابتن سيد عيد، للكابتن محمد يوسف، للكابتن احمد خطاب، ومن على شاكلتهم من المديرين الفنيين المميزين المحترمين اللي بيشتغلوا من سكات ما بتسمع لهمش صوت، بس بتشوف صوت شغلهم في الملعب. تروح للزمالك، يعني غير موضوعي وغير منطقي اللي كان يتوقع ان الزمالك امبارح هينفجر وهتلاقي مثلا ايه منتخب السامبا بيلعب. ما هو طبيعي يا جماعه، الزمالك في ظروف على مدار الفترات اللي فاتت، من عدم وجود مستحقات، من عدم استقرار اداري، من عدم استقرار فني، من رحيل جروس، قدوم مدرب جديد، فطبيعي جدا انك تلاقي الاداء مهتز. الزمالك عنده اخطاء كتير، عنده شغل كتير بيسيرو محتاج يعمله. الحسنه الوحيده اللي انا شفتها في لقاء الزمالك امبارح هو كم الفرص اللي الزمالك راح بيها على مرمى بتروجيت. وخلي بالك بتروجيت ده واحد من اقوى الدفاعات اللي موجوده في الدوري، يعني بتروجيت تقريبا ثالث اقوى دفاع، اقوى خط دفاع في الدوري ان لم تخني الذاكره. يعني بيراميدز دخل فيه 7 اهداف، الاهلي 8. اعتقد ان بتروجيت 9، واتاكد برضو من المعلومه دي، بس انا هو واحد من اقوى خطوط الدفاع في الدوري دي، ده شيء مؤكد. فانك تروح عليه بكم الفرص دي، ده ما كانش بيحصل للزمالك مع جروس، او ما كانش بيحصل للزمالك في الفترات السابقه. وبمناسبه جروس، لسه في ناس بتناقش رحيل جروس من عدم رحيله. هو جروس مشي خلاص، قرار غلط قرار صح في الاخر. اللي هيبرهن على هذا القرار ومدى جودته ومدى صحته من عدمها هي نتائج بيسيرو. بيسيرو نجح هيبقى كله بيقول ان صح كان مظبوط تمشي جروس. بيسيرو فشل يبقى انتوا ما كانش ينفع تمشوا جروس، لان دايما اتس اولويز جرينر اون ذا اذر سايد. يعني دايما الحاجه اللي مش قدامك مش في ايديك، اللي مش معاك دايما بتشوفها افضل واحسن. فتقول ده لو جروس كان قاعد كان هتبقى الدنيا. شكرا ميرو قال لنا ان بتروجيت 11 دخل فيه 11 هدف، يبقى برضو من اهم اقوى خطوط الدفاع زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم. فجروس مشي خلاص، تمام، خلصنا من قصه جروس. بيسيرو بقى، بيسيرو اكيد مش هتقدر تحكم عليه دلوقتي، محتاج بعض الاوقات بعض المباريات، ومحتاج شويه وقت عشان تقدر تحكم عليه. الملحوظتين الايجابيتين اللي انا شفتهم امبارح في لقاء الزمالك وبتروجيت، الملاحظه الاولى هو
كثره عدد الفرص اللي الزمالك راح بيها على مرمى بتروجيت، دي ما كانتش موجوده قبل كده. الحاجه الثانيه ان في سرعه في رتم الزمالك بيلعب من لمسه ولعبه لمسه ولعبه، تحس ان اللعيبه في حاجه متقاله لهم من بيسيرو، ان هو عايز رتم اللعب يبقى اسرع والكره تدور ويبقى في شغل جماعي اكتر. ده لا ينفي ان في مشاكل كتيره خاصه على الجانب الدفاعي، خاصه على اللعيبه اللي زي دونجا مثلا، اللي هو مستواه ماتشين 3 فوق و5 6 تحت. دونجا امبارح كان سيء جدا، وغيره من اللعيبه عشان بس ما اكونش بخص دونجا بالذكر يعني. فدي قصه الزمالك. حاجه بقى قبل ما اروح من الزمالك واطلع على الاهلي، عايز اقول لحضراتكم، ودي هنا الى جمهور الزمالك، انا هنا بخاطب جمهور الزمالك، خلي بالكم من نقطه مهمه. في ناس من مصلحتهم انه تجربه حسين لبيب، عمرو الجنايني، حازم امام، ميدو تفشل تاني. في ناس من مصلحتهم انه تجربه لجنه التخطيط الجديده المستحدثه داخل نادي الزمالك، اللي هي حسين لبيب، عمرو الجنايني، حازم امام، احمد حسام ميدو، تفشل. ليه؟ لانه هؤلاء الاشخاص، على فكره هو مش شخص واحد، هؤلاء الاشخاص، هؤلاء المنتفعين، وجود او عدم وجود لجنه تخطيط واداره الكره وملف الكره كما كان يتم ادارته سابقا، كان بيوجد ليهم مصالح. وانا بقولها مباشره، كان بيوجد ليهم مصالح. وجود هذه اللجنه اللي بين قوسين تقدر تقول عليها ان هي لجنه شبعانه ماديا وشبعانه شهره، مش عايزه شو ولا كريدت عند الجمهور، ده بيقفل عليهم حنفيه هذه المصالح. فهو ما عندوش مشكله وهو زملكاوي انه يتمنى خساره الزمالك وهزيمه بيسيرو ورحيل بيسيرو، بس عشان يثبت ان الناس دي غلط ووحشين ورجعوا لي بس اللي انا عايز ابقى موجود تاني في الاجواء. وبرجع واقول هو مش شخص، هم مجموعه اشخاص عشان يرجعوا هم اللي يكونوا بيديروا الملف، وبالتالي يبقى احنا كده 100 فل و17. فعلى جمهور الزمالك ان يفطن الى هؤلاء الاشخاص اللي تأذى نادي الزمالك منهم ومن سياساتهم ومن ممارساتهم على مدار عقود. وهي سياسات تختلف، سياسات قصدي ثابته باختلاف الاشخاص، يعني ممكن تلاقي نفس اشخاص تانيين مختلفين بس كانوا بيعملوا نفس الممارسات برضه، اللي هي فكره احنا عايزين نبقى احنا اللي ماسكين ملف الكوره عشان الصفقات، عشان الانتقالات، عشان عدد اللعيبه اللي يروح ويجي، عشان المصالح والكوميشنز وكل التفاصيل دي كلها. وارجع اقول هم مش شخص، هو مش شخص، هم مجموعه اشخاص. وعلى فكره اي نادي لو ما تمش يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده تحويط ملف الكوره بشكل جيد وامن، الاشخاص دول بينفذوا عشان يقدروا يوصلوا لنفس المصالح اللي بكلم حضراتكم فيها. فدي نقطه مهمه جدا جدا على جمهور الزمالك ان يفطن اليها، وعلى جمهور الزمالك انه يركز فيها جدا، لان في ناس مش همهم الاول مصلحه الزمالك، هو ممكن يكون همهم الاول مصالحهم الشخصيه. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.